أول أيام عيد الفطر 2026 في الجزائر وتوقيت صلاة العيد. يبحث العديد من المواطنين عن موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في الجزائر وتوقيت صلاة العيد، وهي المناسبة التي تملأ الشوارع بالفرحة وتجمع العائلات حول موائد الحلويات التقليدية مثل المقروط والبقلاوة. في هذا التقرير التفصيلي، نستعرض الموعد المتوقع للعيد فلكياً، وتفاصيل إعلان الرؤية، بالإضافة إلى أبرز الوجهات والمساجد الكبرى لأداء صلاة العيد. متى أول أيام عيد الفطر 2026 في الجزائر؟ بناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر في الجزائر يوم الجمعة 20 من مارس 2026. وكما هو متبع، يعتمد الإعلان الرسمي والنهائي على اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي ستجتمع في ليلة الشك مساء يوم الخميس 19 من مارس 2026 لتحري رؤية هلال شهر شوال. إذا ثبتت الرؤية، يكون الجمعة هو العيد، وإذا تعذرت، يكون السبت 21 من مارس هو أول أيام العيد، إتماماً لشهر 30 من رمضان يوماً. عدد أيام عطلة عيد الفطر في الجزائر. تعد مناسبة العيد إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. وعادة ما تمتد العطلة لتشمل 3 أيام متتالية، وهي فلكياً. أفضل وأشهر مساجد صلاة العيد في الجزائر. تتميز صلاة العيد في الجزائر بأجواء روحانية مهيبة، حيث تعج المساجد والساحات العامة المخصصة المصليات بالمصلين وهم يرتدون الألبسة التقليدية. إليك أبرز وأكبر المساجد لأداء الصلاة. 1. العاصمة الجزائر. العاصمة جامع الجزائر الأعظم، يعد ثالث أكبر مسجد في العالم وأيقونة معمارية إسلامية حديثة. أداء صلاة العيد في قاعة الصلاة الضخمة أو ساحاته الخارجية وسط مئات الآلاف من المصلين يعد تجربة روحانية استثنائية. جامع كتشاوة من أعرق مساجد حي القصبة التاريخي، ويقصده الكثيرون لارتباطه العميق بالهوية والتاريخ الجزائري. 2. قسنطينة. مسجد الأمير عبد القادر أمير عبد الكيدر موسك، تحفة معمارية وأحد أكبر مساجد الجزائر. يتميز بمئذنتيه الشاهقتين وزخارفه الرائعة، ويعتبر المركز الرئيسي لتجمع المصلين في قسنطينة صبيحة العيد. 3. وهران كتس. مسجد عبد الحميد بن باديس عبد الهامد بن باديز موسك، أكبر مساجد الباهية وهران. يقع في قلب المدينة ويوفر مساحات واسعة ومريحة لاستيعاب الأعداد الغفيرة من العائلات التي تأتي لأداء الصلاة وتبادل التهاني. 4. باتنت. مسجد أول نوفمبر 1954، صرح ديني عملاق وواحد من أبرز المعالم الإسلامية في الشرق الجزائري، ويشهد إقبالاً كثيفاً جداً في صلاة العيدين.